السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. الدنيا مقلوبة طبعا. الحرب بين إيران وإسرائيل فضت، ومعرفش في دلوقتي في تراشق بالألفاظ بين السعوديين وبين المصريين، ومن الناحية التانية بين المغاربة وبين الجزائر. يعني الدنيا مقلوبة على مستوى الصعيد العربي أو العالمي، ومصر في عالم موازي في دنيا تانية خالص. الإعلام أمال يلمع في السيسي ليل ونهار، 24 ساعة بيلمع في السيسي إن هو القائد العظيم. التقاعد منه والتقاعس منه في أي أمر من الأمور بيحولوه البطولة. شغلنا على إيه بقى نغمة؟ يعني خلونا أضحوكة العالم فعلا والله. الإعلام المضلل ده شغلنا على نغمة إيه دلوقتي بقى؟ إن مصر هتشتغل في الموضوع النووي، هتنتج قنبله نوويه معرفش، ولا هتعمل مشاريع نوويه وكامل ميزانيه بقى. يعني اتفرجوا واسمعوا المضحك. حاطين ميزانيه 450 مليون جنيه، مش مليون دولار، مليون جنيه ل5 مشاريع نوويه. وشغالين دلوقتي في تلميع موضوع ايه؟ الضبع. فاكرين موضوع الضبع اللي هتنتج لنا كهرباء وغاز وبنزين والدنيا هتبقى ورد. فاكرين من كام؟ من 2018. المفروض المشروع ده هيتسلم في 2018. ده لو كان شغال ولو كان ماشي. 450 مليون ديت يا دوبك تعمل شويه اوراق كده، شويه مقدمات لمشروع حياتي على الورق، مش مثلا حتى يعني انشاء مثلا قواعد مثلا للمشروع ده، لا، شويه مقدمات للبرنامج النووي اللي تمشي عليه مصر. يعني بيجيبوا لنا مصيبه واحنا اصلا مش وش مصايب. يعني اديكم شفتوا ايران اتطحنت وهي بتعمل نووي فعلا، احنا ما بنعملش. يعني هتجيبوا لنا مصيبه، يعني بطوله من ورق، وكمان هتجيبوا لنا مصيبه لغايه عندنا. يعني حتى بيقول لك يعني على وشك يبان يعني الدغل اللي بان. منين النووي ومنين واحنا مش لاقيين ناكل؟ منين النووي مصر؟ منين مشاريع نوويه واحنا علينا ديون 200 سنه لقدام؟ يعني خليتوا الدول العربيه ما يتلجح كلام علينا وتقول الاخت الكبيره ما اعرفش بقيمتها، مش بمكانتها ومش مكانتها، وانتوا لا حالتكم ده ولا حالتكم ده. طبعا بيجينا اضحوكه العالم، وهم كل همهم يطبلوا للسيسي. احنا في امن وفي امان. كفايه ان احنا في امن وامان، والامن وامان دلوقتي لا في امن ولا في امان. عندنا كلنا سمعنا عن الحادثه اللي حصلت في المنوفيه، 19 بنت اللي ماتوا عشان طالعين يشتغلوا، بنات في هندسه وفي كليه تربيه وفي تمريض. يعني بنات من الاوائل في الدراسه بتاعتهم، رايحين يشتغلوا ب 130 جنيه في مزرعه عشان ياكلوا اهاليهم او يجهزوا نفسهم او يدرسوا. في ثواني في ثواني ادي 19 روح راحت. ادي الطرق والكباري اللي عملها لنا السيسي بالديون اللي من بره. ونتكلم كفايه عن الامن والامان. فين هو الامن والامان؟ وطاقه نوويه ايه؟ انتوا هبل ولا عبط ولا مخكم تعبان ولا انتوا وفاكرين الناس بتصدقكم ولا حكايتكم ايه بالظبط؟ وانتوا فاكرين الهطله بتهطلوه ده هوات الناس هتصدقكم تاني؟ يعني اللي كان معه واللي كان ضده كله فهم خلاص اتكشفت. انا ماليش دعوه بالمشاريع. بتطلع تقول المشروع في الحته الفلانيه، مشروع الضبعه ما اعرفش ايه، ومشروع ما يعرفش حقل ظهر. آلية على ارض الواقع ايه اللي جد عليا؟ ايه اللي زاد عليا في البلد دي؟ اللي كل بتروح ديون 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 ديون. اصحاب المعاشات ادينا سنه مستنيين مفاجاه، وما شغالين بقى على السوشيال ميديا مفاجاه المعاشات، والرئيس هيزود 400 جنيه وهيزود كأنه هيزود 4000 جنيه. يعني 400 جنيه 8 كيلو لحمه الناس كانت مستنيه، وفي الاخر جايين يقولوا النهارده هي 15%، وناس بيقولوا لا ده 13.5%. قصص وروايات وعك وجرف في بلد غريبه وناس متخلفه دايراها. مش عارفه احنا اخرتنا ايه والله العظيم. يعني احنا يعني الواحد يحزن على الشباب اللي بتموت دي، ولا يفرح انهم استريحوا من الجرف اللي هم فيه. يعني يا ريت ترحموا نفسكم شويه من الكذب. كفايه انتوا اللي عصركم تخروا كده. كفايه لحد كده. يعني المواضيع مكشوفه قدام العالم كله، وفضايحكم قدام العالم كله. كل مصيبه تحصل في البلد يحولوها لشعبيه للسيسي. كل ما يجرب 30 يوليو بيلمعوا فيه الله. يجيكوش وكسه. طب انتوا ما تقولوا الاخوان الخونه، الاخوان العملاء، طب مشوا الاخوان واتحبسوا وماتوا وطفشوا بره. انتوا عملتوا ايه في ال 13 سنه؟ ورونا الانجاز بتاع اهاليكم. كل حاجه رزقتوها في الاخوان اتعملت في عهدكم. يعني كفايه كذب لغايه كده. كفايه كذب.